وتاني يوم بيروح تشارلي المكتب وبيسرق من هناك ملفات خطيرة جدا على عمليات مور، وبيدخله المكتب وبيواجهه بالحقيقة كلها، وبيكتشف ان مور دبر عمليات إرهابية كتير في مستشفيات وقواعد عسكرية في سوريا واليمن وأفغانستان، وانهم كمان أخفوا موت آلاف المدنيين ولفقوا كل دوت للإرهابيين عشان مصالح سياسية. لكن تشارلي بيهدده وبيقول له ان كل الملفات ديت هتتبعت لصحفيين كبار في البلد لو هو حصل له حاجة، وان هو زرع شفرة محدش يقدر يعرف مكانها غيره، وان هو لازم بنفسه يدخلها كل 5 ايام عشان ما تتسربش. مور بيقلق جدا منه وبيخاف وبيسأله هو عايز ايه. تشارلي بيقول له انا عايز مساعدتك عشان اقتل اللي قتلوا مراتي بايدي. مور بيتفاجئ لان تشارلي ما بيقدرش يقتل وملوش في القتل، لكنه بيوافق عشان يهديه وبيخليه يتدرب تحت اشراف كولونيل اسمه هندرسون. وفعلا بيبدأ تشارلي تدريبات قاسية جدا وبيتطور بسرعة، لكن بعد فترة بيكتشف انه مش قادر يقتل لان هو بطبعه مش مجرم